الرياضيات للصف السادس الابتدائي. أجد ناتج الجمع مستعملا مستقيم الأعداد. مستقيم الأعداد رسمه مو كلش سهل بالنسبة للطلاب، هو رسمه سهل بس ترقيمه شوية صعب، لأنه كل مرة يختلف حسب الأعداد اللي عندي. مثلا لو كان عندي أكثر الأعداد موجبة، إذن من أرسمه هذا المستقيم يجوز مثلا ما أرسم الصفر بالنص، وإنما أرسمه هنا، لأنه ماكو داعي للأعداد السالبة. كل الأعداد الموجودة على يمين صفر تكون أعداد موجبة، وبالعكس إذا كان عندي مثلا أكثر الأعداد سالبة، إذن أرسم الصفر هنا وبعدين أرسم الأعداد السالبة على يسار صفر. هنا بسؤال الأول أنا عندي عددين وهما موجب 9 وموجب 6. موجب 9 لأنه ماكو إشارة، إذن موجب، وموجب 6 أكو إشارة. إذن الأعداد اللي عندي اثنيناتهم أعداد موجبة. مثلا أنا هنا رسمت كل الأعداد الموجبة لحد 21، لأنه تصورت أنه أحتاج فقط ل21. هنا أنا عندي ما كتبت كل الخطوات، بس كتبت الأعداد بين عدد وعدد. مثلا كتبت 2 4، ما كتبت 1 و3، لأنه يجوز ما يحتاج أو ما عندي مجال. نقطة الانطلاق دائما من الصفر، وبعدين أروح على أول عدد عندي موجب 9، يعني 9 خطوات أمشي باتجاه اليمين لأنه العدد موجب. كيف أمشي بخطواتي؟ هاي خطوتين، 4 خطوات، 6، 8، وأنا عندي 9 خطوات. إذن أوصل لهاي النقطة، هذا رقم 9. بعد 9 عندي موجب 6، أي 6 خطوات أخرى إلى اليمين. خطوة، خطوتين، 3، 4، 5 و6، ووصلت لعدد 15 موجب. إذن ناتج جمع موجب 9 وموجب 6 يساوي موجب 15. أنا هنا أختار أكتب موجب أو ما أكتب، لأنه هو نفس الشيء. أكتب 15 بمعنى موجب 15. سؤال رقم 2، عندي عددين. العددين أول عدد سالب 16، ثاني عدد سالب 5. كيف أرسم مستقيم الأعداد؟ نقطة الانطلاق 0 وسالب 16، أي أرجع إلى اليسار 16 خطوة أوصل لهنا، لأنه هذا عندي 16. من 16 كان عندي سالب 5، يعني 5 خطوات إلى اليسار من 16. هاي خطوة، 2، 3 خطوات، 4 خطوات، 5 خطوات. إذن هنا عندي سالب 18، وهنا عندي سالب 20، وهذا عندي سالب 21. إذن أوصل للعدد ناتج هو سالب 21. سؤال ثالث، موجب 21 وسالب 7. أول شيء موجب 21 يعني نقطة الانطلاق 0، يكون
الخطوات باتجاه اليمين إلى أن أوصل لعدد 21 موجب، ومن 21 بعدين كم خطوة إلى اليسار؟ 7 خطوات إلى اليسار، أعدهم: خطوة، 2 خطوتين، 3 4 5 6 و7. إذن وصلت للعدد موجب 14. موجب 14 ناتج هو موجب 14، أو يجوز ما يحتاج أكتب علامة موجب. السؤال الرابع: ناقص 11 زائد 11. نقطة الانطلاق 0، لأنه عندي موجب 11، إذن أوصل ب11 خطوة أوصل لهنا. بعدين من موجب 11 خطوة إلى الوراء، إذن أرجع مرة ثانية يكون أوصل لعدد 0. أستنتج منه إنه إذا كان عندي العدد نفسه بس الإشارة مرة سالبة ومرة موجبة، إذن الناتج يكون 0. يعني لو كانت عندي موجب 4 سالب 4 النتيجة 0. لو كانت عندي سالب 7 موجب 7 نتيجة 0. لو كانت عندي موجب 100 سالب 100 النتيجة 0. أكو طريقة أخرى ما عدا طريقة الرسم المستقيم، اللي هي طريقة الإشارات. طريقة الإشارات بمعنى إنه لو كانت عندي سالب 30 وسالب 40، عندي عددين اثنين هم إشارتهم سالب، إذن النتيجة كمان إشارة سالبة. وأجمع العددين، أجمع 30 مع 40، الناتج سالب 70. السؤال السابع: عندي عددين، أول عدد إشارته سالبة، ثاني عدد إشارته موجبة. لأن الإشارات مختلفة، إذن أطرح الصغير من الكبير، والنتيجة أي إشارة أكتب بالناتج إشارة العدد الكبير. بما أنه 42 أكبر أطرح منه 14، وبما أنه 42 إشارته سالبة إذن أكتب سالب، وبعدين أطرح العددين 12 ناقص 4 8، و3 ناقص 2 3 ناقص 1 2. هذا الناتج. عندي عددين، عدد موجب وعدد سالب، إذن عملية طرح والإشارة للأكبر. بما أنه 23 أكبر من 18 وإشارته موجبة، إذن تكون الإشارة هنا موجبة. وبعدين 23 نطرح منه 18، النتيجة 5. السؤال رقم 8: عددين، هذا العدد سالب، هذا العدد موجب، إذن العملية عملية طرح وإشارة للأكبر. بما أنه الأكبر إشارته موجبة، إذن موجب هنا، و500 ناقص 300 يساوي 200. سؤال رقم 9:
كانت درجة الحرارة في يوم الاثنين 11 درجة سيليزية تحت الصفر، أي بمعنى -11. ثم انخفضت يوم الثلاثاء ب4 درجات، يعني بعد صار أكثر برودة يوم الثلاثاء. فكم أصبحت درجة الحرارة يوم الثلاثاء؟ ممكن نرسم مستقيم الأعداد كمان بالشكل عمودي، ويكون كل الأعداد تحت الصفر سالبة والأعداد فوق الصفر أعلى الصفر موجبة. كلما ننزل تحت الأعداد تكون بالسالب وقيمتها صغيرة، كل ما نذهب إلى الأعلى نصعد تكون الأعداد قيمتها أكبر. الآن كانت درجة الحرارة -11، يعني كانت هنا بين 10 و12 بالسالب، -11. بعدين نزلت، انخفضت ب4 درجات، يعني نزلت، يعني نذهب إلى الأسفل ب4 خطوات. هاي خطوة وهاي خطوتين 3 وهاي خطوة، صارت 4 خطوات. نجي إلى هذا المكان وهذا العدد يكون -15. إذن النتيجة درجة الحرارة يوم الثلاثاء -15 أو 15 درجة سيليزية تحت الصفر. يا إما نكتب تحت الصفر يا إما نكتب الإشارة. الآن كملنا صفحة رقم 15. إلى اللقاء في درس جديد.